لم يدم حزن النجمة الإسبانية تونسية الأصل هبة عبوك طويلا على وفاة صديقها الممثل المغربي نور الدين العتاب بطريقة مأساوية. فبعد أن نعته بساعتين فقط، قامت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي بالمشاركة في عرض أزياء للمصمم اللبناني إيلي صعب، ظهرت خلاله بفستان شفاف كشف ما تحت ملابسها. ونشرت هبة عبوك الصور عبر حسابها على الانستغرام، ارتدت خلالها فستانا باللون الأسود مع جاكيت رسمي مفتوح الصدر. وعلقت هبة: مبروك إلي صعب، يا لها من مجموعة ملهمة، تهانينا. وتميز الفستان من الجزء الأسفل بعدم وجود بطانة، ويشبه إلى حد كبير فستان النجمة سلمى حايك الذي ارتدته في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد ماجيك مايك لاس دانس، حيث أطلت سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية بفستان مخرم باللون الأسود وعليه تباعات من الورود المطرزة، وفوق حمالة صدر وملابس داخلية، بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية لامعة وزوج من أحذية الكعب العالي. وكانت هبة قد نعت صديقها الممثل المغربي الشاب نور الدين العتاب الذي توفي بطريقة مأساوية. ونشرت هبة عبوك صورة نور الدين العتاب عبر خاصية ستوري على الانستغرام معبرة عن صدمتها لرحيله. وكتبت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي: أخلص التعازي لكل عائلتك وأحبائك، سنفتقدك، ارقد بسلام أيتها الشريك. وفي صورة أخرى جمعتها بها في كواليس أحد الأعمال الفنية، كتبت هبة عبوك: ارقد بسلام نور. وتوفي نور الدين العتاب الذي يبلغ من العمر 39 عاما والمقيم في كاستيون بإسبانيا بعدما سقط من قارب في البحر، ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بانخفاض حرارة جسمه، ولم تنجح محاولة إنعاشه. وتحدث نور الدين في لقاء سابق موضحا مدى صعوبة لعب دور الشرير أمام هبة عبوك في مسلسل الأمير. وقال الممثل الراحل حينها: تشارك مسلسلا مع البطلة وتسيء معاملتها، كان من الممكن أن يكون مشهد حب أو قبلة أفضل بكثير من صفعة. في أحد المشاهد يصفع نور الدين العتاب هبة عبوك عندما يكتشف أنه تم تنصيبها للتجسس على مكتبه. نور الدين العتاب اعترف في هذه المقابلة بأنه بعد تسجيل المشهد كان يردشف لمدة 10 دقائق بسبب عنفه مع هبة التي كان يتمنى تقبيلها بدلا من تعنيفها.